على فكرة حلوة الفكرة. استنونا والموسم الثالث وبودكاست ايه الحكاية مع اسلام غالي. البودكاست النهارده حلقة مميزة، بما ان احنا بنصور خارج الاراضي بنصور بره اللوكيشن بتاعنا. فاللوكيشن الجديد زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله النهارده ضيفي وضيف حضراتكم الفنان العراقي صديقي، وعايز اقول بقى مفاجأة يعني تميم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي. استاذ اسلام. بقالي كتير ما شفتكش. انا كمان والله مشتاق لك والله حبيبي. الله يسلمك. نورت مصر. الحمد لله. الله يسلمك. ونورت مهرجان كنوز الابداع. شكرا والله حبيبي. عايز اقول يعني قدام الكاميرات بشكر الاستاذ وليد الحسيني عشان كبير. يعني جمعنا تاني طبعا، وخلانا كده نقعد القعده الجميله دي في اللوكيشن الحلو دوت، ونتكلم بقى النهارده باستفاضه. عايز اطلع والناس المتابعين عندي ومتابعين عندك. نعم. انا عارف ان انت مكسر الدنيا على تيك توك يعني ما شاء الله. تسلم. والفانز بالالافات. فعايز بقى ايه اقول ايه الحكايه؟ احكي لي. انا عراقي الجنسيه وايضا احمل الجنسيه الهولنديه. اجيت لمصر ام الدنيا مثل ما يقولون. نورت مصر يعني. اصدقائي واحبابي كلهم هنا. بدايه استاذ وليد الحسيني صاحب شركه ارت بلس، هو صديق لي طبعا شخصي، فدعاني قال لي تجي هنا ونشتغل لك شغل وكذا وهذا. فكان بصراحه الشغل تحفه يعني، عجبني كلش. ان شاء الله احنا المفاجاه اللي بنقولها من خلال الحلقات باذن الله احنا مصورين 2 فيديو كليب، وانت عامل اغنيتين حلوين قوي. امبارح غنينا في اول يوم في المهرجان، غنينا اغنيه لعبد الوهاب، لعبد الحليم حافظ معذره. غنينا اغنيه لعبد الحليم جانا الهوا. كانت طالعه المسرح امبارح كان مشتعل. لو عرفنا نقطع كده لقطات وننزلها في الفيديو كانت هتبقى حلوه قوي. وبعد كده صورت انت اغنيه عراقي برضو. نعم ان شاء الله. وبنحضر لحاجه خليجي تاني برضو. نعم. باذن الله تعالى. اللهجه السعوديه صح. انت بقالك كتير بتغني؟ والله من زمان انا اغني يعني، اشتغلت مسارح ومحلات وكثير يعني، كنت اطلع حفلات. بس صار لي فتره كنت شويه تارك الوضع على مود نمشي على بلان معين. الخطه هي انه نبلش باغاني، نبدا باغاني صح. وحاليا عصر السرعه، فقلنا نبدا بهاي الاغنيه. الاغنيه هي عباره عن لون تركي فلكلور للفنان ابراهيم تاتلسس، الناس كلهم يعرفوه. بس جينا شفت اتفقت ويا استاذ حماد الحسيني، طبعا موزع شاطر جدا، قدم له احلى تحيه. الانسان كان عنده رؤيه ثانيه للتوزيع، فوزع الاغنيه. انا عجبتني بصراحه. جابها على لون انه بدايه تركي، على لون هو حماده بيعمل حاجات كده غريبه على طول ابدا. ودخل اللون الغربي يعني دمج يعني، سوى شيء كلش حلو. فعجبني الموضوع، اشتغلنا بالاغنيه والحمد لله لاقت نجاح يعني، انه حبوها الناس كثير. احكي لي تميم على تجربتك في مصر. مصر بتعني لك ايه؟ والله مصر انا اقول لك، مصر اولا نبدا بناسها، ناسها طيبين قوي. خد بالك من حاجه مهمه جدا، طيبين. المصريين بيحبوا العراقيين الحمد لله، ده حقيقي، واحنا نحبهم جدا جدا. العلاقه بين مصر والعراق علاقه متوضده من سنين طبعا، وحضارتين كبار، شعب متداخل جدا، عادات وتقاليد شبه بعض، هم بيحبوهم فوق ما تتخيل. العلاقه ما بين الشعبين علاقه قويه، ويعني دايما بيقولوا كده في الامثال، وهي مصر والعراق ايه؟ واحد. اهل مصر يعني ما اعرف شو اقول لك اسلام. شوف، نبدا بطيبتهم، احتوائهم للشخص اللي صدق يريد مثلا اي مساعده باي شيء كان، يساعدوه ويشجعوه حتى اكثر من ناسه واهله. يحبون الفن، دمهم خفيف جدا. انت انبسطت وسط المصريين طبعا، واندمجت، واكلهم طيب وكل شيء حلو. بتحب انت الاكل المصري؟ اي والله كثير. لقيت فرق كبير في الثقافه بين المصريين والعراقيين، ولا حسيت ان الامور مترابطه؟ لا والله واحد، بالعكس كثير حلو كان يعني الوضع. انا حسيت انه صدق انا ببلدي يعني، ما حسيت لا بغربه ولا كلش فرحان انا بالموضوع. جميل. ايوه تعرف انت يعني انا وياك اصدقاء، بس انه صار لي زمان ما جاي انا ما التقينا، وفي عندي كذا شخص يعني شفتهم والتقيت بيهم
يعني مرتاح جدا والله. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. يعني جاي نفكر بالخطة الجاية إن شاء الله نشتغل على الأغاني، وإن شاء الله ربنا يوفقنا يعني إن شاء الله. تجربتك في سافرت بلدان كتير انت اي طبعا. التجربة ما بين فرق الشعوب. إيه؟ انت قعدت في طبعا الوطن العربي، زرت كذا دولة عربية. نعم. وزرت كذا دولة أوروبية، وعشت فترة كبيرة وسط المجتمع الأوروبي. نعم. النهاردة الثقافة الأوروبية عملت إيه في شخصية تميم؟ الثقافة الأوروبية غيرت إيه فيك؟ وهل هتنقل حاجة من الثقافة الأوروبية دي للمجتمع العربي اللي أنت بدأت ترجع تاني في وسطيه وأنت بتغني باللهجة بتاعته، ولا الأمور ما أثرتش معاك؟ احكي لي على التجربة دي. طيب احكي لي بقى عن الشغف ده. قبل ما احكي لك خلي اقعد براحتي شوي، خلي احكي لك. اقعد براحتك خالص. يلا بينا. شوف اسلام، احنا ما نقدر ناخذ من عندهم اي شيء غير لو كان في تقدم في العلم نستفاد من عنده، اذا ما كان موجود ببلادنا. بس انه كثقافة احنا كشعوب احنا اللي علمناهم، هم اخذوا ثقافتهم وطوروها من عندنا اساسا. بس احنا ما ننكر انه هم في تقدم. هسه مثلا اني عايش في هولندا، جنسيتي هولنديه، عايش في هولندا فتره طويله. في تقدم بالتكنولوجيا، في كثير امور، ولكن انا لو اردت انقل او اعلم مثلا ابني مستقبلا، اذا اريد اعلمه على شيء ثقافه معينه، الاتيكيت، يعني مثلا لا ترمي النفايات، ارميها في هذا المكان، كذا كذا، يعني علمه بعض الشغلات اللي هي للاسف بعض الثقافات ما يركزون عليها، وهذه مهمه بالنسبه للشعوب. يعني مثلا الدراسه المتقدمه، يعني علمه بس هاي الامور. ولكن الحمد لله والشكر احنا كشعوب وعشائر في موجودة عايشة في البلاد العربية، كنا الحمد لله والشكر الأخلاق، الالتزام، يعني الانضباط، هذا كله موجود عندنا الحمد لله والشكر. فهذا موجود أساسا، بس إنه اللي علمونا بس التقدم والعلم. إذا كان في شيء معين ما موجود ما عرفناه هنا، عرفنا هناك، هذا بس الفرق. بس ده الفرق الوحيد؟ لا الفرق الوحيد. شوف أي شيء ثاني يقول لك لا ما هم أحلى كبلد وكذا، هاي ما لها علاقة. يعني مالوش علاقة خالص. لا يعني هسه مثلا ما شاء الله بمصر عندكم شرم الشيخ، الغردقة، ذهب، مرسى مطروح، بعد منه مرسى مطروح انت صدق بلدك. كثير ناس تروح سياحه، انا اعرف حتى اصدقائي هولنديين كانوا يجون هنا من ضمنهم البلان مالتهم مرسى مطروح يشوفوه. مزبوط صح؟ مزبوط. يعني عندكم الاهرامات، عندكم يعني انتم بلد كمان ما شاء الله. وبالنسبه للحداثه الجديده الجايه تصير بالنسبه للكامباوندات والمجمعات وكذا، عندكم همين في تطور مستمر ما شاء الله. تطور كبير جدا. الله يديمه عليكم ان شاء الله. قلت لك يعني، وهسه ان شاء الله الفتره الجايه افكر انتقل هنا. تخيل اريد اعيش هنا. والله حبيت انت حابب انك تعيش في مصر كثير. اي والله. يا اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك. ده مكانك واهلك ووسط ناسك شكرا. ما تقلقش جدا يعني. لا وكتير من الجاليات العربيه عايشين في مصر ومرتاحين جدا جدا. طبعا. في كتير، انا ليا اصدقاء من مختلف الدول العربيه موجودين ومقيمين إقامة كاملة في مصر، والناس مرتاحة ومندمجين مع الشعب المصري طبعا. ودي حاجة حلوة في الشعب المصري. المصريين مضيافين. المصريين عندهم الملكة دي، إن أي ضيف، مش عايز أقول لك ضيف، إنه صحاب مكان، أي أخ عربي بيجي يقعد في مصر ما بيحسش بالفرقة، ما بيحسش بغربة، ويقول لك والله المصريين استضافوني وفضلوا معايا أكتر مكان أهلي. نعم. ودي حاجة جميلة جدا جدا جدا. طبعا أنا أعرف، هم اللي شجعني بصراحة أصدقائي كثير كانوا يجون هنا. أنا أول زيارة لي لمصر هاي الفترة، يعني أزورها قبل كنت، بس بهاي الفترة اللي فاتت، هاي السنين اللي فاتت كذا سنة أنا ما أجيت. جيت هنا أنا لقيت ما شاء الله في تطور معين في كذا. إن شاء الله الله يديمه عليكم. يعني هذا الأمان هذا كلش مهم. يعني الأمان إذا كان موجود في أي بلد هو هذا أهم من أي شيء ثاني. يعني تكون عندك خبزة قليلة، رزق قليل، ولكن الأمان يجي في الدرجة الأولى. ما شاء الله. ما شاء الحمد الله. لله ما شاء الله عندكم أمان، وهذا الله يديم عليكم. يعني تقول إيه للناس، الشباب الصغير اللي بدأ ياخد خطوات وعايز يدخل مجال الفن، مجال الغنى، تنصحهم بإيه بما إن أنت أخدت شوط كبير في الموضوع ده؟ والله شوف يعني ما أقدر أقول حتى الناس لا يقولون يتفلسف، ولكن أتمنى من عنده أنه هو يختار صح.
كلحن ككلام. عندك تسجيل مهم بمكان معين، يكون هو الموزع يفهمك ويعرف شنو روحيتك وش تريد انت. وفي اماكن اقتصاديه كمان ماديا يقدر يمشي نفسه بيها، يتعب على نفسه شويه. ممكن اذا كان يدرس الموضوع يكون افضل. هذا المبدا بس لو يتعب به ان شاء الله، هو يرسم لنفسه خطه معينه يمشي عليها ان شاء الله، يكون من الصف الاول يعني. واتمنى الخير للجميع والله. بالتوفيق يا حبيبي. مبسوط ان احنا صورنا حلقه مع بعض جميله وخفيفه، واحنا قاعدين ب10 دقائق عشان الناس ما تزهقش مننا. لا طبعا. النهارده كان ضيفي اللي مشرفني الفنان الجميل تميم، وبعدين هفرجكم ان شاء الله اليومين اللي جايين على ستوريهات كويسه جدا والفيديو كليب بتاعه والاغنيه بتاعته. يلا بقى شكرا يا قول للناس بقى ايه، سلم على الناس وقول لهم يلا سلام. اتمنى الحلقه عجبتكم. اسلام غالي طبعا من الناس اللي أنا أحبهم جدا، وهاي الحلقة اليوم بالبودكاست كانت كثير 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 رائعة. بس أحب قبل ما أنهيها ضروري هذا الكلام بذكر إسلام. طبعا. صاحب الفضل لازم ما ننسى أنه هو اللي جمعنا بهذا المكان، شركة آرت بلاس، الأستاذ وليد الحسيني، شكر خاص له كبير كبير. ايضا مدير اداره الانتاج الاستاذ وليد عبد الله، اشكره حبيبي، اشكر طبعا، هو صديقي من زمان وانا احبه جدا. صحيح. وهو من الناس اللي ساعدني كثير برسم بلان، وخابر اسلام وقال له تعال تميم هنا، تعال يلا خلينا نشتغل. فاسلام انا ايضا اشكره، لبى الدعوه واجى فورا يعني. شكر خاص للموزع الجميل الحبيب حماده الحسيني، وتحيه كبيره من القلب الى حبيبي واخويا استاذنا عبد المنعم طه. طبعا من الشعراء الجميلين جدا، وهو نجم من نجوم مصر بالشعر. خطير. وان شاء الله قريبا همنا راح يكون لنا عمل بتوزيع حماده وشعر باذن الله استاذ عبد المنعم. سمعني حاجه لجمهورك عشان نقطعها تبقى لوحدها. يلا نسمع نقول. شو نقول يا اسلام؟ شو الاغنيه عشان نبدا بها مباشره؟ ولكن يعني اغني كل الالوان، اغني طرب، اغني البارحه غنيت طرب وسمعتني انت. كانت خطيره. لا البارح بس انا عجبتني اغنيه كثير عجبتني لمطرب عندكم اسمه محمد شاهين. محمد شاهين تقول الاغنيه: دايما زعلان وكأنك كاره ايامك، جواك احزان وما حدش حاسس احزانك، على طول سرحان بتداري في ايه، ايام وخلاص بنعيشها ومش حاسب حاجة، كنت باخلاص بتحب وتعشق بسذاجة، ملقتش امان نفسك تلاقي، بتدمع عليه والدنيا في عينك لون باهت، طب حاسس ايه؟ اتكلم طيب ليه ساكت؟ جرب تحكي، فضفض لي يا قلبي وقول مالك.